بيقولوا إن دفى البيت مش في الحيطان، دفى البيت في ضحكة أم ولمة صحاب وكوباية شاي بترد الروح. بس يا ترى الهدوء ده هو اللي هيستمر ولا في قدر مستني ورا الأبواب؟ تعالوا نشوف البارت التاني من حكاية أيسل في مملكة الحجر الأزرق. الصبح كان داخل من شباك صغير في الشقة القديمة اللي في الدور التاني، صوت المية وهي بتغلي على البوتاجاز وريحتها مع ريحة البن خلت الجو كله دفى. أيسل دخلت البيت بعد ليلة طويلة، تعبانة بس مبسوطة إنها رجعت لمكان بتحس فيه بالأمان. أول ما فتحت الباب سمعت صوت أمها بينادي من المطبخ: أيسل يا حبيبتي، انتي جيتي يا بنتي؟ ردت وهي بتقلع الكوتشي وبتضحك: أهو جيت يا ست الكل، ما أقدرش أبات من غيرك يا ماما. خرجت أمها الحاجة صفية بوشها الطيب اللي رغم المرض لسه منور، ضمت بنتها وقالت وهي بتطبطب على ظهرها: ربنا يخليكي ليا يا أيسل، لو كنت بعيدة عني يوم بحس الدنيا ضلمة. أيسل ابتسمت وحضنتها أكتر وقالت: وأنا من غيرك ولا حاجة يا ماما. قعدوا سوا على الكنبة القديمة اللي في الصالة، الحاجة صفية بتسقيها الشاي وأيسل بتحكي لها عن يومها، تحكي وهي بتضحك والأم تسمع وعينيها فيها فخر ببنتها اللي شايلة الهم وساكتة. وفي نص الكلام خبط الباب. مين؟ أنا يا أيسل، هدى. دخلت هدى، جارتها وصاحبتها من الطفولة، بنت خفيفة الدم عندها محل ميك اب صغير في آخر الشارع. طلعت وهي شايلة شنطة فيها كريمات وروج وقالت: صباح الفل يا ستات، جايبه لكم شوية حاجات جديدة. أيسل ضحكت وقالت: انتي كل يوم طالعة بحاجة جديدة يا هدى؟ هدى: ما هو رزق يا حبيبتي، وانتي أول واحدة جرب عليها اللون الجديد. قعدوا التلاتة يضحكوا ويتكلموا، الجو كان مليان دفى وونس، البيت رغم بساطته كان مليان حب، والضحك بيرن بين الحيطان كأنه بيرد الروح. لكن فجأة صوت خبط على الباب خلى الجو يسكت لحظة. أيسل قامت تفتح، ولما فتحت كان واقف مصطفى، ابن صاحب البيت. هو شاب في أواخر العشرينات، طويل عريض المنكبين، عيونه فيها نظرة مش سهلة. قال بنبرة هادية هو بيحاول يبان إنه طبيعي: صباح الخير يا أيسل، كنت جاي أدور على أبويا، وأنتي ما شفتهوش؟ ردت بابتسامة بسيطة: لا والله، يمكن تحت في الورشة. هز راسه بس نظراته فضلت معلقة فيها، نظرة فيها كلام كتير مش محتاج يتقال. عيونه كانت بتحكي وصوته هو بيودعها كان فيه حاجة مختلفة. كل اللي عملته إنها قفلت الباب بهدوء، رجعت لهدى وقالت بابتسامة عادية جدا: ابن صاحب البيت جاي بيسأل عن أبوه. هدى بصت لها بنظرة فيها فضول وقالت: ابن صاحب البيت؟ صدقي باين عليه معجب بيكي. أيسل وهي بتشيل كوباية الشاي: هو حر، أنا لا ليا في الكلام ده ولا ناوية ليه. هدى بصت لها وقالت: هو أنا قلتلك حبيه؟ بس أهو عندهم عمارة تمليك وميسرون الحال، هيرحمك يا بنتي من شغل النايت والبلاوي اللي بتيجي منه. عندك حق يا هدى، والله هخلص من بلاوي النايت واروح لأكبر بلوتين في الحتة، أم وأبوه. هنا هدى والحاجة صفية معرفوش يوقفوا ضحك، وتقطع الحاجة صفية الضحك: اسكتي يا هدى، أيسل بنتي تستاهل ملك، مش حتة راجل شغال مع أبوه في ورشة. أيسل بصت لأمها بغضب وقالت: ماشي يا صفصف، التريقة على بنتك قوي. طب ايه رأيك بقى مش هتجوز خالص، ارتاحي بقى. صفية ابتسمت، فهي الوحيدة التي تعلم أنها كانت تقول الحقيقة. وكان في نفس اللحظة في مكان بعيد
لا يصله بشر، كان الملك أرن، ملك مملكة الحجر الأزرق وسيد الأرض، جالس على عرشه بكل هيبة وقوة، منتظر تلك التي تحرك له قلب القاسي. وبين ضحكة في بيت بسيط وعرش مستني صاحبته، القدر لسه مخبي كتير. استنوا البارت الجاي.